سنة 1881 قامت الثورة المهدية، ودي قامت ضد الحاكم المصري اللي كان تحت الوصاية الإنجليزية. الثورة ديت انتهت سنة 1899. وسنة 1900 محمد علي أخضع كامل السودان لحكمه تحت الوصاية الإنجليزية. وفي سنة 1956 تم استقلال السودان، وبقى في حكومة مدنية هي من تحكم السودان. لكن ده بقى هيخلينا نهدى ونسكت ونبتدي بقى نطور الدولة؟ لا طبعا. الجنرال إبراهيم عبود كان ليه رأي تاني، وتحديدا سنة 1958 عمل انقلاب عسكري على الحكومة المدنية اللي كانت بتحكم السودان. وفي التاريخ دوت ابتدت الحرب بين القبائل. طب تمام خلاص، يعني الجنرال ابراهيم عبود وصل للحكم والدنيا تمام مستقر؟ لا طبعا. هتبقى مستقرة ازاي؟ سنة 1962 ظهرت حركة اسمها أنانيا، والحركة دي بقى ابتدت تعمل مناوشات وصراعات كده، وابتدت الحرب الأهلية في بلدنا الشقيقة السودان. يوم العقيد محمد جعفر نميري يلاقي الدنيا بايظة جدا كده، فطبعا ما يعجبوش الوضع، فيقوم عامل انقلاب عسكري على إبراهيم عبود، وده كان سنة 1969. لكن حركة أنانيا برضو ما كانش عاجبها النميري، وفضلوا في صراعات كتير لغاية ما توصلوا لاتفاق أديس أبابا اللي بيه جنوب السودان خدت حكم ذاتي. جنوب السودان خدت حكم ذاتي، يعني مش 2011 هي السبب ولا حاجة. وعلشان التاريخ بيدور وكما فعلت سيفعل بك، تحصل مظاهرات ضد النميري مدعومة بالجيش، ويأتي ثوار الذهب لحكم السودان، وده كان سنة 1985. وعلشان الأحداث الجميلة اللي احنا بنقولها دي تفضل سخنة، سنة 1989 يقوم عمر البشير بعمل انقلاب على ثوار الذهب، لغاية ما تحصل المظاهرات الشعبية المطالبة بإقالته وعزله من الحكم، فيأتي البرهان وحمدتي في مشهد مشابه لتاريخ السودان في العصر الحديث.